أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة بنكمل حكاية المقاتل لو، وفي أول مشهد النهاردة بنلاقي لو بيغرق بعد ما الوحش البحري سحبه تحت المية، ولكن بيستخدم قوته الروحية علشان يعرف يفلت من الوحش. ولما لو بيخرج وبيبدأ يشم نفسه وبيبعد عن البحيرة، التعبان البحري بيعمل إعصار مائي حوالين لو وبيستناه تحت علشان ياكله. ولو بيلاقي نفسه مش عارف يقاوم الإعصار بقوته الروحية، فبيقرر يوجه سكاكينه على الوحش وبيفضل يقطع فيه لحد ما الوحش بيسيبه. بعد كده لو بيبقى مش مصدق قوة التعبان، ولكن مش بيلحق يفكر قبل ما الوحش بيبدأ يطلع موجات صوتية قوية، ولو بيضطر يبعد شوية قبل ما يتأثر بالموجات. وبعد ما بيتأكد ان الوحش نزل تحت السطح، لو بيقدر يستكشف البحيرة والوحوش بتاعتها. في نفس الوقت بنلاقي لي وصل عند البحيرة علشان يدور على لو، ولما بنرجع للو بنلاقيه وصل لجزيرة في وسط البحيرة، وبيبدأ يستخدم حواسه الروحية علشان يكشف عن الوحوش اللي في الجزيرة، ولكنه مش بيحس بحاجة. فبيجرب حواسه على البحيرة وبرضه مش بيحس بوجود الوحوش بالرغم من انه عارف انهم موجودين. فلو بيقرر يركب جهاز التعقب ويشغله علشان يسمح للي انه يجيله ويخلي الوحوش البحرية هي اللي تقتله. ولما نينا بتقول لجوزها على مكان لو، بتحذره ان ده ممكن يكون فخ، ولكن لي مش بيهتم وبيقول لها ان الدرع بتاعه هيحميه. وبعد المكالمة لي بيفعل الدرع بتاعه، ولكن فجأة 4 وحوش بحرية بتبدأ تكهربه. وقبل ما يلحق يهرب، دوامة كبيرة بتتفتح تحتيه في البحيرة، ووحش خامس كبير بيطلع المجسات بتاعته وبيلفها حوالين لي وبيسحبه تحت المية. في نفس الوقت بنلاقي لو بيتأمل على الجزيرة، ولما بنرجع لي بنلاقيه قدر يفلت من الوحش ويوصل للشط، والوحش بيحاول يمسكه تاني ولكنه بيقف فجأة. ولي بيستغرب وبيخمن ان في حاجات خوفت الوحش. بعد كده لي بيكلم مراته وبيسألها عن مكان لو. في نفس الوقت لو بيكلم اخوه بيسأله عن احواله وبيطمنه انه هيجيب له المية الشافية على اخر السنة وهيسمح له يمشي. بعد كده لو بيستكشف الجزيرة وبيلاقي غابة كبيرة، وفجأة وحش نباتي بيهجم على لو، ولو بيقضي عليه ولكنه بيستغرب علشان اول مرة يشوف وحش نباتي. بعد كده وحوش نباتية تانية بتبدأ تهجم على لو، ولو بيستخدم سيوفه علشان يحمي نفسه وبيحفر نفق تحت الارض وبيهرب من النباتات القاتلة. ولما بنرجع للي بنلاقيه بيكتشف الوحوش النباتية اللي لو قتلها وبيتصدم من وجودهم في الدنيا. في نفس الوقت بنلاقي لو بيحضر علشان يخرج من تحت الارض بطريقة تبعده عن جذور شجر الويلو، اكبر عدد وحوش موجود في الجزيرة. ولكنه بيسمع ليه بيقول لنينا عن شجر الويلو، وبيقول لها ان قلب الشجرة دي يقدر يخلي اي مقاتل يقوى 10 مرات، وانه اقوى من دم التنين. وهي بتتبسط بالخبر ده علشان لو ليه اكل قلب الشجرة فهو هيبقى اقوى من اي مقاتل حرب، وعيلتهم هتبقى اقوى عيلة في التحالف. وليه بيطلب منها تبعت المقاتل الروحي اللي في عيلتهم للجزيرة علشان يجمع معاه القلوب. ولما لو بيسمع الكلام ده بيطلب الدعم وبيقرر يستنى لحد ما ييجوا علشان يلاقي فرصة انه يقتل ليه في وسط المعركة اللي اكيد هتحصل. وفي مقر مجلس عائلة البوليسن بنلاقي المقاتل الروحي بتاعهم و2 من زمايله بلاد سبارو وكايتو بيجهزوا نفسهم للانطلاق للجزيرة. وبنعرف ان كايتو بيحب يتنادى بلقب الدب، ولما جندي بيحاول يشيل السيف بلاك سبارو بيقع من كتر تقله. بعد كده ال3 مقاتلين بيتجهوا للجزيرة، واعضاء المجلس بيتناقشوا وبيبان ان حبة منهم خايفين من ان المقاتل الروحي كايتلين هيقوى من قلوب الشجر وهيطمع في السلطة والمجلس. ولكن القائد بتاعهم بيطمنهم وبيقول لهم ان كايتلين مش بيحب السياسة وان قوته بتنعكس على العيلة كلها وبتفيدهم كلهم. ولما بنرجع للدعم اللي له طلبه بنلاقي القائد بتاعهم بيحاول يتكلم عن توزيع القلوب بعد ما يكسبوا المعركة، ولكن مقاتل تاني عنده القدرة انه يجمد اي حاجة بيقولوا انه مش محتاج القلوب لانه قوي كفايه. في نفس الوقت بنلاقي لو بيبتسم لما بيحس بوصول كايتلين للجزيره. بعد كده بنلاقي كايتلين بيسال ليه هو ليه ما جمعش القلوب لوحده، وليه بيقول له ان شجره الويلو الناضجه بتبقى قويه جدا وهو كان عايز يضمن انه هيقدر يستحوذ على القلوب. وفي اللحظه دي كايتلين بيحس ان في حاجه بتتحرك، وفعلا نبته بتبدا تهجم عليهم، ولكن كايتلين بيوقفها بالسيف بتاعه. بعد كده كايتلين بيوزع زمايله ليه على شجر الويلو، وهو بيقرر يواجه أكبر شجرة فيهم بنفسه. في نفس الوقت بنلاقي لو بيراقبهم وبينبهر بكايتلين علشان يقدر يتحكم ب14 سيف في نفس الوقت. وكمان بيلاحظ ان 4 من مقاتلين البوليسن لابسين دروع سودا، وكمان بياخد باله ان كايتلين اقوى منهم جسديا ولكنه بيحس انه مش اقوى روحيا. ولما كايتلين بيقدر يفصل القلب من الشجرة لو بيحاول يشدها ناحيته، وكايتلين بيعمل نفس الكلام ولكن لو هو اللي بيكسب. بعد كده كايتلين بيتعصب وبيقرر يقتل ليه علشان هو ما قالوش ان لو مقاتل روحي. ولما بنرجع للو بنلاقيه بيستخبى تحت الارض تاني ولكنه بيوقع القلب. ولما بنرجع لليه بنلاقيه بيقول لكايتلين عن لو وانه قتل ابنه، وكمان بيقول لهم ان لو اكيد طلب الدعم وانهم اكيد في الطريق دلوقتي. فكايتلين بيقرر يسيبه المره دي وبيؤمر رجالته انهم يجمعوا قلوب شجر الويلو قبل ما الدعم ما يوصل.
ولما بنرجع للو بنلاقيه عرف يجيب القلب تاني، وبنشوفه بيفكر يبلغ الدعم بان القلب معاه ولا يستخدمه على نفسه على طول. وفي الاخر بيقرر ياخده لنفسه، وبيحس ان قوته الجسديه والعقليه والروحيه اتضاعفت، وبيقرر يطلع من تحت الارض علشان يقتل جماعه البوليس لوحده. ولما لو بيطلع من تحت الارض بيفضل يراقب جماعه البوليس ان هم بيقتلوا شجر الويلو علشان يعرف قواهم، وفجأة بيظهر نفسه وبيحاربهم بكل سهولة وبيغلبهم من غير ما يتصاب إصابة واحدة، وكمان بياخد قلب شجرة تانية. بعد كده بنلاقي ليه بيحاول يهرب، ولو بيجري وراه وبيطارده بأسلحته، ولكن الدرع الأسود بيحميه. وبعد مطاردة طويلة لو بياخد باله إن رجع قرب البحيرة وإن الوحش البحري العملاق بيحاول يمسكه، وبيفهم إن ليه ضحك عليه وخلاه يطارده علشان الوحوش البحرية تقتله. بعد كده بنلاقي لو عرف يهرب من الوحوش، ولكن ليه بيفلت منه. ولما بنرجع للبوليسن بنلاقيهم بيستدعوا واحدة اسمها فا، وبيحاولوا يجمعوا القلوب بسرعة. ولو لما بيشوفهم بيقرر يوقفهم، وبيبدأ بالدب علشان هو ما عندوش درع اسود. ولما بيروح له الدب بيديله القلوب اللي جمعها من غير مقاومة، ولو بيسيبه يمشي. بعد كده فا بتوصل وكرة النار بتتحدف ناحية لو، وبنشوف البوليسن بينحنوا لواحدة لابسة درع أبيض قاعدة على عرش طاير ناري، وبيقولوا لها يا زعيمة. وفا لما بتشوفهم بترفعهم لمستواها وبتسألهم هم استدعوها ليه، فليه بيقول لها عن لو. بعد كده فبتوجه كلامها لو وبتقول له يستسلم، ولكنه مش بيرضى، فهي بتبدأ تهجم عليه بكور نارية وبتصد كل هجماته بكل سهولة، وبيبان ان لو مش هيعرف يكسب المرة دي، وليه طبعا بيبقى فرحان فيه. ولما بنرجع لفا بنلاقيها بتحاول تحرق لو، وبنعرف ان في مستوى اعلى من مقاتلين الحرب وانها تقدر تتحكم في النار، وبنلاقي لو مش قادر يقاوم هجومها اكتر من كده، وبيقرر يسلمها قلب الشجرة الويلو اللي معاه، ولكنها بتطلع خدعة. واول ما فا بتقرب منه لو بيحدف سيوفه عليها وبيشتت انتباهها، وبياخد القلب وبيهرب، وفا بتجري وراه. وهي بتطارده فا بتعدي جنب طيارة فريق الدعم، وهي والمقاتل صاحب القوة الثلجية بيشوفوا بعض وبيبان انهم يعرفوا بعض. بعد كده زوشي قائد الدعم وفا بيتكلموا عن القلوب، وفا بتقترح انهم يتحاربوا عليهم، وزوشي بيوافق، ولكنه بيشترط ان هو وفا ولو ما يشتركوش في المعركة. ولما لو بيعترض زوشي بيطمنه وبيقول له ان المقاتل الثلجي يقدر على الباقي واكتر كمان. وبكده يكون خلص جزء النهارده. ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكوش فيديوهاتنا.